ابني مش فاهم هو حاسس بإيه. في أطفال كتير مش بيعيطوا، مش بيضحكوا، مش بيعبروا أصلا. تسأله ماله يقولك معرفش. ده ممكن يكون اضطراب في الوعي العاطفي. طب أعرف إزاي إن ابني عنده المشكلة دي؟ هتلاحظ على الطفل مجموعة من العلامات. إن الطفل ده ما يعرفش يميز بين الغضب أو الحزن أو الخوف، ما بيعرفش يعبر عن اللي هو حاسس بيه. ممكن يعوض ده بسلوك عنيف أو انسحاب من المكان، وده حسب ايه؟ ممكن تكون له مجموعة من الأسباب، زي مثلا التربية، ان هو اتربى بطريقة فيها كبت للمشاعر، مفيش حوار عاطفي في البيت، او ان جو البيت دايما متوتر وفيه ضغط نفسي مستمر. ازاي نتصرف ونعمل ايه؟ يعني ايه الحل؟ طيب، اول حاجة نعلمه يسمي مشاعره عن طريق استخدام الكروت والرسوم التعبيرية وتعبيرات الوجه، او انك تشاركه مشاعرك كقدوة. يعني تقول له انا حاسس ان انا فرحان، انا حاسس ان انا زعلان، انا حاسس ان انا خايف، وتسمي مشاعرك صح وتقولها بوضوح وبدون خجل. اسأله من وقت للتاني انت دلوقتي حاسس بايه، مش تقول له انت ليه زعلان. خصص وقت كل يوم عشان يكون في بينك وبينه حوار عاطفي. لو عندك طفل كده شارك الفيديو وابدأ معاه الرحلة، واستناني في الحلقة الجاية لتقلبات المزاج عند الأطفال. هل دي طبيعتهم ولا ده اضطراب؟ ولو محتاج مساعدة في تطوير وعي طفلك العاطفي، استشارة واحدة ممكن تغير طريقه بالكامل. اكتب لي هنا في التعليقات أو اطلب تحديد استشارة من خلال الواتساب.